نمسي عليكم بالخير أعزائي الحضور. معاكم الدي جي أبو علي للطلب والاستفسار 392949. طبعا حبينا نبارك لأخونا أبو فيصل على زواجه من منيرة، والله يدوم هالفرحة بينهم. طبعا أبو فيصل معروف عنه بالمفاجآت، واليوم هو خاش لكم مفاجأة حلوة، وللشرف إن أنا أعلنها لكم. رحبوا معاي بالزوجة الثانية مريمي. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. طبعا ابو فيصل مفاجآته ما تخلص. رحبوا معاي بالزوجة الثالثة زينبو. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. لا 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 ابو فيصل مخرطة هالليلة. رحبوا معاي بالزوجة الرابعة فط فطامي. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. مفاجأة حلوة صح؟ أتوقع ما حد سواها من قبل. 4 زوجات في ليلة واحدة. على فكرة ترى احتمال يحطوني في موسوعة جنس إن شاء الله. خليني أقول لكم السالفة من البداية. زوجتي الأولى منيرة ما ترني أنا بتزوج عليها مريمي، بس مريمي ترني عن منيرة، بس ما ترني عن زينب وفطامي. الوحيدين اللي يعرفون بدي السالفة كلها فطامي ودي يجيبوا علي. مرحبا معكم الدي جي أبو علي للطلب والاستفسار 392949. مصدومين صح؟ معذورين ترى، لأن ما حد يرضى إنه نتزوج على بنته، بس يكون في علمكم أنا ريال بخير ومقتدر، وأعرف الحلال والحرام، وأعرف إن الشرع حلال 4، وهذا الشيء اللي أنتم راضين تفهمونه. أنا ما قصيت على أحد ولا خدعت أحد، ويشهد الله علي إنه أنا أحبهم 4، وأعطيت كل واحدة فيهم مهرها، وبحطهم في عيوني، واليوم جمعتهم وحطيتهم قدام الأمر الواقع. إذا في واحدة منكم مو بعاجبها الوضع تقوم هي وفستانها وتشيل أهلها وتطلع برا، لأن البنات الاحتياط موجودين. صدق انك ما تستحي، ما تخاف من ربك انت؟ لا أخاف من ربي. أتوقع كلنا نعرف أن نسبة الطلاق زايدة في الديرة، والسبب شنو؟ السبب شنو يا أبو علي؟ مرحبا معكم الدي جي أبو علي للطلب والاستفسار 392949. اتوقع نسبة زيادة الطلاق اخوي ابو فيصل ان الرجال عقب ما يتزوج بفترة قصيرة يبتدي يلعب ويخون والعياذ بالله، او انه يتزوج واحدة ثانية بالسر بدون ما تدري زوجته الاولية. شكرا ابو علي. وانا ريال ما ابي العب ولا اخون ولا ابغى اتزوج بالسر. انا ريال اعرف الحلال والحرام، والقرار لكم. منيرة موافقة ولا لا؟ حسبي الله عليك. اوه بدينا بالصياح عارف. ها جاودي كلينكس، جاودي كلينكس لا يخترب الميك اب بسرعة. هاتوا لي كلينكس خلصيني. موافقة ولا لا؟ احتاج اشاور هلي. من حقك ومن حق كل زوج انه تشاور اهلها. تفضلوا تفضلوا كل واحد عنده اهله. يلا بسرعة عندكم دقيقتين حق الاستشارة. شوي شوي تطيحون، شوي 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 على زوجاتي وسلم قلبهم. شوي شوي يلا 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 يلا. ابو علي عطني موسيقى الانتظار، موسيقى الاستشارة الله يرضى عليك. للطلب والاستفسار 392949. خلص الوقت. منيرة موافقة ولا لا؟ قبل ما اوافق ابي اعرف شلون بتعيشني وشلون بتعدل بيننا احنا الاربعه. سؤال جميل. نبتدي بالبيت. البيت مكون من 4 طوابق، وهذا هو البيت اللي راح نسكن فيه. الطابق الأول حق منيرة، الثاني حق مريمي، الثالث حق زينبو، والرابع حق فطامي. كل واحدة لها طابق خاص فيها، وكل واحدة لها انترنت فايبر من بتلكو و5G بعد. لكن والله إذا في واحدة منكم تمت تحفر حق الثانية ولا تشوش على الثانية
لطلقكم اربعتكم. انا ريال اعرف الحلال والحرام، والخير يخص والشر يعم، والبنات الاحتياط موجودين. خلصنا من البيت، لا سمح الله في المستقبل صار في حريق في الطابق الاول عند منيره، بعيد الشر عنك حبيبتي. اجراءات السلامه راح تكون كالتالي. تفضل بعد اشرح لهم. مرحبا، معكم الدي جي ابو علي للطلب والاستفسار 392949. اذا صار حريق في المنزل لا سمح الله، اجراءات السلامه كالتالي. باي حق فطاميه باخذها من الطابق الرابع، وبننزل بسرعه عشان ناخذ زينبو من الطابق الثالث، واحنا مارين على مريميه في الطابق الثاني، وبننزل كلنا ننقذ منيره من الطابق الاول واحنا طالعين بالسلامه. لكن والله اذا في واحده منكم احترقت ولا صدها شيء لا اربعتكم. انا ريال اعرف الحلال والحرام، والخير يخص والشر يعم، والبنات الاحتياط موجودين. ايش سووا انتوا هنا؟ لا بس حبيت اعلمهم على المكسر. يلا يبا يلا كل واحد مكانه. يلا في احد عنده استفسار؟ تفضلي. بالنسبة حق شهر العسل وين ناوي تودينا؟ عندنا 4 مدن: باريس، لندن، جنيف، امستردام. كل واحدة تختار لها مدينة. تفضلي فاطمة اختاري المدينة. باريس. حلو. زينبو؟ أنا بعد أبي باريس. حلو. طاحت باريس، ما بحي يصدع راسي. بدل باريس يات المالديف. نختار من البداية. فاطمة؟ أمستردام. زينبو؟ جنيف. مريمي؟ لندن. منيرة؟ مالديف. حلو. اتفقنا على المدن. راح اشرح لكم الحين خط سير الرحله. راح نطلع انا ومنيره من البحرين الى المالديف، نخلص من المالديف منيره راح ترجع البحرين، بعدها راح الاقي مريمي في مطار هيثرو في لندن، نخلص من لندن مريمي تذلف ترجع البحرين، بعدها راح الاقي زينبو في جنيف، اخلص من جنيف زينبو ايضا راح تذلف ترجع البحرين لاني راح الاقي فطامي في امستردام. سامحيني فطامي لكن ايضا راح تذلفين ترجعين البحرين لاني راح اروح حق الدي جي ابو علي في بانكوك، راح يتم معاه فتره نقاهه لمده اسبوعين لان لا عاد شبدي منكم، وبعدها راح اذلف انا ارجع البحرين لان ابو علي راح يطول في بانكوك. للطلب والاستفسار على الرقم التايلندي 0066399449. لكن والله اذا في واحده منكم صار عندها وزن زايد في الروحه ولا الرجعه لا طلقكم اربعتكم. انا ريال اعرف الحلال والحرام، والخير يخص والشر يعم، والبنات الاحتياط موجودين. في احد عنده استفسار؟ تفضلي. بس أبى أعرف كم مدة الرحلة حق الزوجة؟ اسبوع حق كل زوجه. هذه ما صار شهر عسل، هذه اسبوع عسل. لا سلامتك حبيبتي، هذه شهر عسل. الشهر مكون من 4 أسابيع وانتوا 4 وانا 1. ننتقل حق الموضوع اللي بعده. ايام الاسبوع. اكيد كل واحده فيكم راح تسالني انا متى دوري واليوم بتقعد مين؟ الجواب عند ابو علي. تفضل ابو علي اشرح لهم. مرحبا، معكم الدي جي ابو علي للطلب والاستفسار. ما يحتاج تعرفوا الرقمي. طبعا مثل ما تعرفون ايام الاسبوع 7 ايام. الاحد بيكون حق منيره، والاثنين حق مريمي، والثلاثه حق زينبو، والاربعاء بيكون حق فطامي، والخميس راح نجتمع فيه كلنا مع بعض. وابو علي معنا بعد. حياك ابو علي. جرب. في هاليوم ابيكم تتعرفون على بعض وتقوون علاقتكم في بعض، وبشركم ما حد راح يطبخ في هاليوم لأن بنطلب من كرج. إلا قل لي الجمعة والسبت وين بتنام؟ مو بشغلك، فهمتي؟ مو بشغلك. سوالف الامهات اللي يتدخلون بين الزوج والزوجه هذه ما وراها الا المشاكل، لانه والله اذا في ام تدخلت بيني وبين زوجاتي لا طلقكم اربعتكم. انا ريال عارف الحلال والحرام، والخير يخص والشر يعم، والاحتياط موجودين. عندي استفسار ابو فيصل. تفضل ابو علي. زوجاتك بيشتغلون في وظائف معينه ولا بيكون عندهم مشاريعهم الخاصه؟ مع انه مو بشغلك لكن سؤال جميل ابو علي. زوجاتي ما راح يشتغلون، راح يكونون معززين مكرمين، لاني راح امشي لهم راتب شهري 1000 دينار، بالاضافه اني راح افتح مشروع خاص حق كل واحده فيهم. عندنا زينبو نفسها حلو في الطباخ، فبفتح لها محل سويت وبنسميه زينبو سويت، وهي اللي بتدير المحل. ومنيرة بفتح لها بوتيك خاص حق الثياب والفساتين والعبايات، لانها تحب الفاشن والموضه وعندها ذوق في هالسوالف. وفطامي بيكون عندها صالونها الخاص، سوالف باديكير، مانيكير، استشوار، مكياج، حفاف، شيره، وبيكون تحت اشرافها. اما مريمي لانها كتكوته وصغنونه وتحب الطيور، فقررت افتح لها محل طيور في سوق المقاصص. شكرا ابو فيصل على التوضيح. عفوا ابو علي. ودام عندكم مشاريعكم الخاصه تقدرون تستخدمون السوشيال ميديا عشان تسوقون حق مشاريعكم، لكن والله اذا في واحده منكم طلعت وجهها ولا صورت لي شعرها ولا تمت تدلع في السناب والسوشيال ميديا وتبي تصير فاشينيستا، والله لا طلقكم اربعتكم والاحتياط فوقكم. انا ريال عارف الحلال والحرام، والخير يخص والشر يعم. في احد عنده استفسار؟ في احد عنده استفسار؟ ننتقل حق اخر محور لأن طولنا.
وابو علي مجهز لنا اغاني حلوه، نبي نستانس ونبي نرقص. عندنا اخر محور اللي هو الوصيه، عشان تعرفون ايش كثر انا مرتب حياتكم حتى بعد وفاتي. بعد عمر طويل ابو فيصل. شكرا ابو علي. انا ريال املك 4 بنايات و4 سيارات فخمه و4 مليون دينار في حسابي، راح تتوزع عليكم بالتساوي. وعندي بعد حساب بصراحه ما ادري عنه من زمان ما طلعت عليه، في نص مليون دينار. 400,000 راح تروح على البنات الاحتياط و100,000 حق ابو علي. للسلف والاستفسار 392949. في حد عنده استفسار؟ اتوقع اتفقنا الليله. ابو علي نقدر نبتدي حفلتنا. عطنا ميوزك. لكن والله انا ريال اعرف الحلال والحرام. اذا قمت بالسلامه اسكت زين سندرتنا، كل شوي رفعياتكم نزلياتكم، نشتغل عندك؟ ابو علي الحين عطنا ميوزك. Yeah.